الزود ولا النقص، ما يواجه، ما عليك أنا باكله، إذا زاد كبيناه للطيور، والله هذا الأكل ملمس ولا في أحد بياكله، نبي شيء يبيض الوجه، كثر العشاء ترى الشباب جوعانين، لا 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 هذا بايت ما نبيه. قبل 100 سنة كل هذه الكلمات والجمل ما كانت موجودة في قاموسنا ولا في أحد يعرف معناها. تدري ليش؟ لأن أهلنا سموا ذيك السنة سنة الجوع. كان الواحد ما يضمن عشاه ولا يدري وين يلقاه. ما حد منهم يرفض الأكل لأنه بايت أو لأنه بارد. كسرة الخبز كانت أغلى أمانيهم. مر الزمن وانقلب الحال، وصارت السعودية الآن الأولى عالميا في إهدار الطعام، ولا فخر. كل هالنعم تحتاج شكر. وحتى نكون عمليين، هذه بعض الأفكار العملية تساعدنا نشكر نعمة الله. حمل تطبيقات جمعيات حفظ النعمة. اطلب حاويات الخبز في حيكم. خفف مشترياتك الطازجة إلى كميات أسبوعية، ولا تتسوق وأنت جوعان. في المطعم اطلب أقل مما تتوقع، وبعدين زد بحسب حاجتك، ولا تستحي تاخذ الباقي معك. خل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على لسانك: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. لأن الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. حياتنا مليئة بالنعم، لكنها تحتاج إلى شكر يحفظها لنا.